ريال مدريد بلقبه 33 في الليغا العنانة لأنصاره الذين تجمعوا بميدان ثيبيليس لاستقبال الأبطال والاحتفال بلقب طال انتظاره. حسن سالم والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي عن الأجواء الاحتفالية التي عاشتها العاصمة مدريد. لا صوت يعلو فوق أصوات أفراح أنصار الملكي بعد أن اعتنى فريقهم باللقب 33 له في الليغا، لقب جعل عشاق الميرينجي يطلقون العنان لفرحتهم ويتغنون بلقب طال انتظاره 5 أعوام. إنه احتفال كبير لفوز الريال باللقب، وعلينا أن ننتظر لقب دوري الأبطال ونحن مستعدون له. ما لا يقل عن 30,000 مناصر للملكي انتظروا بميدان احتفالات الريال بألقابه ميدان ثيبيليس حتى الساعات الأولى لفجر اليوم من دون كلل ولا ملل، وصول الأبطال على حافلة مكشوفة قبل أن يصعد صانعو بهجة الملايين إلى نافورة ثيبيليس لمشاركة الأنصار فرحتهم. سحر الملكي الذي يتعدى حدود الديار الإسبانية جعل الكثيرين يقطعون مسافات طويلة للوقوف إلى جانب الأبطال في ليلة يراها المشجعون سابقة لأخرى قادمة. جئت من كوستاريكا، هذه أوقات ممتعة للاحتفال باللقب، وسنكون هنا أيضا حين يفوز الريال بدوري الأبطال. وحتى وإن كان المعشوق واحدا واسمه ريال مدريد، فإن كل واحد من هؤلاء الأنصار أعلن عن خياره، لا وبل نظم شعرا وتغنى فيه بمحاسن معشوقه. أهدي هذه الأبيات لأفضل قلب دفاع في العالم. del madridismo, eres todo un baluarte, en cama nació ese niño que va derrochando arte, Sergio Ramos, eres divino. آمال عشاق بطل إسبانيا بل يقينهم يحملهم للحديث عن أن الثنائية التي غابت عن خزائن الريال منذ أكثر من 59 عاما قادمة مع زين الدين زيدان رجل الإجماع والتوافق داخل غرفة الملابس وخارجها. الثنائية قادمة لا محالة، أنا متأكد من ذلك. فاز بلقب دوري الأبطال وسيفوز بآخر بعد لقب الليغا. زيدان سيصنع التاريخ مع ريال مدريد كمدرب ولاعب. لا فرحة تضاهي فرحة أنصار ريال مدريد وهم يحتفلون بلقب الليغا في انتظار فرحة أكبر، الفرحة بلقب دوري الأبطال. حسن سالم، بإن سبورتس من ميدان ثيبيليس، مدريد.